الحمد لله رب كل شيء وملكه، رب المعجزات والمستحيلات، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. وصلنا في هذه السلسلة في موضوع التوحيد، وفي هذه الحلقة الثالثة، وكان الحديث في الحلقة الماضية عن كيفية تحقيق التوحيد والعمل به ومراتب الناس في التوحيد. وفي هذه الحلقة بإذن الله سوف نتحدث عن أنواع الشرك والبدع وكيف بالإمكان التعامل معها. وبداية شيخنا، ما هي البدع التي من الممكن أن توصل للشرك، وكيف بالإمكان أن يجعلون بينهم وبين الله وسيطا أو أحدا بينهم يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لقضية التوحيد التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية، تقتضي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه لا ينازع الله أحدا في ملكه ولا في أمره ولا في خلقه، ولا ينازعه أحد في ألوهيته وربوبيته جل جلاله، ولا ينازع أحد في ملكه. تأتي قضايا الخروج عن هذا الأمر من خلال أيضا التصورات الخاطئة، يعني تأتي تصورات خاطئة في العلاقة مع الله. وغالبا ما تأتي هذه المسألة ببعض الظواهر، يمكن أن نذكر منها اثنين مثلا أو ثلاث. الحالة الأولى أن يتصور الإنسان بأن هنالك نوع من التبعيض. من التبعيض مثلا أن يتصور شخص بأن لله ولد، فيعتبر أن هذا الولد بعض من هذا الإله، أو يتصور أن لله بنات، كما تصوره بعض أهل الجاهلية أن الملائكة بنات الله، فتصور أن الملائكة بعض من الله. صحيح. إذن هذا نوع، يعني البعضية أن يكون تصور الإنسان للإله بطريقة معينة، فهو يقول أن هنالك إله ولكن هنالك بعض من هذا الإله. إذن هذا الابن أخذ من خصائص الإله، هذه طبيعية، يعني بأنه ولده، يعني بأنه ولده، والبنات كذلك منه وهكذا. فبعض أنواع الضلال والخروج من التوحيد إلى دوائر الشرك بهذا النوع من التصورات، إن يكون هنالك تصور تبعيضي. نحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لكن يكون هنالك تصور خاطئ، فيقوم الإنسان بهذا التصور الخاطئ يقع في شرك أكبر، وهو تصوره لطبيعة الذات الإلهية. ثم هذا تصور على مستوى الذات، هذا أكبر أنواع الشرك. يعني أنت مشكلتك الآن ليست في توجيه عبادة له، لا، في ذات الله تعالى، ذات الله تبارك وتعالى. طيب، بعد أن تتصور هذا التصور الخاطئ، تمنح هذا البعض شيء من الإلهية. إما أن تعتقد أنه في ذاته نافع، كما يتصور الآن النصارى مثلا، يعتقدون المسيح نفسه فيه صفة الألوهية وبالتالي فهو معبود عندهم. أو لا،
أنت لا تعبده هو، ولكن بما أنه ابن لله أو بنت لله أو قريب من الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال الذي تراه أنت، توجه إليه إيه أيضا أو تجعله وسيطا إلى الله. كأنه يعني نصل إلى الله عن طريق الولد. أيوة، اللي هو شرك الواسطة. شرك الواسطة. الواسطة. وهذا للأسف الشديد كان شركا منتشرا في جزيرة العرب. كثير من هذا النوع كانوا يتصورون بأن والله يقول لك نعم هذا الشخص ليس إله وليس فيه خصائص الألوهية، ولكن هو مثلا قريب منه، هم بنات الله، هم أبناء الله، وبالتالي يصل بهم إلى الله، حتى لو لم يعطيهم هذه الخاصية، خاصية البعضية، يراهم والله خلق من خلق الله، لكن يقول لك والله هذا الشخص أقرب إلى الله منا، فيجعله واسطة بينه وبين الله سبحانه. قالوا ما نعبدهم، هنا طبعا تأتي القضية، عبدوهم، وجهوا لهم الدعاء، وجهوا لهم الذبائح، وجهوا لهم القربات، فهم عبدوهم. طيب ليش تعبدوهم؟ قال ليقربونا إلى الله، أي توجه العبادة إليهم لتصل إلى الله. هذا طبعا بلا شك نمط من أنماط أو شكل من أشكال الشرك بالله تبارك وتعالى، وهنالك أيضا مظاهر أخرى على كل تأتي في هذا السياق. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا إذا انتقلنا إلى أعمق قليلا في موضوع الرقى والتمائم، ما هي الأنواع الجائزة في هذه؟ نعم، طبعا هنا موضوع الرقى والتمائم والتولة كما جاء في الحديث، إن التمائم والرقى والتولة شرك. هذا طبعا حديث عام يجعل من كل أشكال الأشياء التي يتعلق بها الناس. تمائم معروفة عندنا، الناس اللي نحن نسميها الآن في واقعنا الحجبات. أيوه. وهي يعني بعض الأوراق أو بعض الأشياء يعقدها الإنسان أو في خرز أو في جلد أو في كذا، ويتصور بأنه يكون مكتوبا فيها كلاما يمنع الإنسان من يجلب له النفع ويصرف عنه الضر والسوء. التميمة هي أصلا من التمام، فهو يريد أن يتمم الخير ويصرف عنه إيه؟ الشر. يصرف عنه الشر، فهو يتصور بهذه التميمة لا يحدث له مكروه، بل ربما يجلب له إيه؟ منافع. فهذه التمائم. الرقى هي عبارة عن ألفاظ وعزائم يقوم بها أيضا كاهن أو يقوم بها شخص معين، يتلفظ بألفاظ معينة، يتصور أيضا إيه؟ تحميه كذلك من شيء معين، أو يكون بها العلاج عن شيء معين، وخاصة عن العين والحسد وكذا. يقول لك والله أنا بهذه الأنواع من الرقى يتم المعالجة، وهذه سنعالجها إن شاء الله. النوع الثالث التولة هذه كانت خاصة بنوع من أنواع التمائم أو السحر للزوجين، ليجعلهما أكثر حبا لبعضهما أو يصرفهما عن بعضهم. التقريب والتنفير. أيوة، فالمقرب كانوا يسموه حب اللي هو تولة العاطفة أو تولة الصرف. صحيح. بعضها يصرف وبعضها يجلب. النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك اعتبره إيه؟ قال إن التمائم والرقى والتولة شرك. لو أن لم يكن هنالك أي تفصيل في الموضوع لقلنا كل هذه الأنواع تعتبر إيه؟ شركا بالله تبارك وتعالى، سواء كانت طبعا هنا غالبها يصنف في الشرك الأصغر، غالب هذه تصنف في الشرك الأصغر، إلا من تصور بأنها بذاتها تنفع وبذاتها تضر، لكن من تعامل معها باعتبارها أسباب فهو شرك أصغر وليس شرك أكبر. لكن نأتي لتفصيل موضوع التمائم. موضوع التمائم تلاحظ بأنه المسلمين بالذات كثير منهم يستخدمه من القرآن، يعني بعض الناس يعمل تميمة من القرآن، معوذات مثلا، المعوذات، آية الكرسي، بعض الآيات التي يقوم يعلقها في الطفل، يعلقها في البيت، يعلقها في الباب. هذه التمائم غالبا هي إما أن تعلق في البيوت، وإما أن تعلق في الأطفال، وإما أن تعلق في السيارات، وإما أن تعلق في الكناتين، دكاكين والبقالات. المهم يعني هو يريد من خلال هذه التميمة أن يصرف عنه أعين الناس أو يصرف عنه الحسد أو غير ذلك. هذه بالنسبة للتمائم التي لا تكون بالقرآن فهي شرك قولا واحدا، يعني شرك أصغر قولا إيه؟ قولا. لكن اختلف السلف رضوان الله عليهم إذا كانت هذه التمائم من آيات القرآن، إذا كانت من آيات القرآن الكريم اختلفوا، منهم من أجازها واعتبر أن القرآن الكريم ليس مخلوقا حتى يقال بأن هذا تعلق بمخلوق، ولكن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالذين لم يجعلوها شركا
هم يجعلوها شركا، بل أجازوها لا شركا ولا محرما. هؤلاء يتعاملوا معها بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كما أننا نتلفظ بالرقية الشرعية وتسأتي إليها، كذلك هذه كتبناها وعلقناها على أجسادنا. لكن الطائفة الثانية وهم الأقرب فيما نحسب، الذين قالوا لا، يعني حتى وإن كان القرآن الكريم لكن هو لا يسمى شركا، طبيعة الحال لا يسمونه شركا، ولكن ينهون عنه ويرونه محرما. قيل لهم لماذا جعلتم هذا الموضوع محرم؟ قالوا والله لأن هذا الموضوع لم يعهد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مثلا فعلوا هذه القضايا، وكانوا يعني يتعاملون بالقرآن ويتعالجون به ويدعون الله ويتلفظون الألفاظ الشرعية، فالشخص يمارس فعلا ولم يكن هنالك تعامل، ما كان يحتاج لهذه الأمور، ما كان على كل يعلقونها هذا الباب. الأمر الثاني، اعتبروا أيضا هذا ذريعة كذلك لاختلاط الحابل بالنابل فيما يتعلق بالتمائم، فلا يجعل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أي حالة موجودة، لأنه ببساطة أي شخص يقول لك هذا من القرآن، وكثير من الناس ربما يعمل الشيء ولا يكون أصلا من القرآن الكريم. فعلى كل هؤلاء سدا لذريعة أن يكون شركا، قالوا والله هو لا نسميه شركا إن كان من كتاب الله سبحانه، لكن سدا لذريعة الوصول إلى الجانب الآخر منعوه. هذا فيما يتعلق بالتمائم. نأتي إلى الرقى كذلك، هي إما أن تكون من كتاب الله ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الأدعية المعروفة بأنها ليست فيها مخالفة شرعية وليس فيها استعانة لا بجن ولا بإنس، إنما هي دعاء لله سبحانه وتعالى واستذكار وكذا. فإن كانت بهذا الشكل فلا حرج فيها، إن كانت بهذا الشكل. لكن إذا كان والله لا علاقة لها بالقرآن ولا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأدعية المشروعة، إنما فيها تمتمات وهمهمات لها علاقة بالجن بالاستعاذة بهم والاستغاثة بهم، فإن هذا أيضا يدخل في هذا الحديث. الرقى من هذا النوع يعتبر أيضا شركا، وقد يكون شركا أكبر كمن وأننا كنا يعني استعاذة المشركين نعوذ أيوة، وأن منا المسلمون، وأن كنا نعوذ برجال من الجن فزادوهم وأنهم كانوا برجال فزادوهم رهقا. فهذا النوع يدخل. لكن الذي يستثنى من هذا العموم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الرقى طلب منهم ماذا يقولون، قال اعرضوا علي رقاكم، فاستمع إلى رقاهم، فما كان منها جيدا أباحه، وما كان منها غير ذلك منعه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك أن هذا العموم ليس مراد، إنما هو عموم مخصوص، عموم مخصص أو عموم مخصوص. وبالتالي ما كان، طبعا بعضهم قال اشترط فيه 3 شروط: الرقية الشرعية أن تكون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني أن يكون باللغة العربية، وأن يكون كذلك مفهوما وواضحا وكذا. لكن نحن قضية العربية على كل ليس بلازم أن يشترط فيها، أن يهم الناس أن يكون ما يتم التلفظ به هو فعلا مشروع، تكلمت فيه باللغة الإنجليزية ولا بالفرنسية ولا اليابانية، بأي لغة من اللغات، المهم يهمنا في أنه ما تقوله يجب أن لا يكون منصرفا إلى غير الله. من تستعيذ به وتستغيث به وتتوكل عليه وتدعوه وترجوه يجب أن يكون هو الله، خاصة بغض النظر عبرت بأي لغة مش مشكلة يعني. فهذه تقريبا في موضوع الرقى. فالجائز منها ما كان رقى شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله عنها، وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. وقصة الرجل كذلك الصحابي الذي كان مع بعض أصحابه يذهبون، فلدغ أحد زعيم قوم، فتلا له سورة الفاتحة فرقاه، لدغته عقرب، فأخذ عليها حتى أجرة، يعني مارس الرقية وأخذ عليها أجرة، وهم القوم لم يستضيفونهم يبدو بالشكل المطلوب. فعلى كل هذا فيما يتعلق بالتولة طبعا هذه واضحة، أن أي شكل يعتقد فيه الإنسان بأن هذا يقرب أو هذا يبعد، هذه طبعا شرك بالله تبارك وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. الناس اللي سووا الأشياء هذه شيخنا، البدع والأمور هذه، المفاسد المترتبة على ذلك لنفسه أولا وللمجتمع ثانيا ما هي؟
طبعا هذا النوع من الاشياء للاسف الشديد اول هو مناقض للتوحيد ومناقض للتعلق بالله سبحانه وتعالى والاستعانه به والتوكل عليه وتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى. فيعني يكفي ان نقول بان والله هذه الظواهر للاسف الشديد تخرج بالمجتمع من التوحيد الى الشرك، ومن التوكل على الله الى الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق بشيء وكل إليه، أو من تعلق بشيء وكل إليه. وهذا طبعا عموم، يعني كل من تعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى وكلك الله إليه. من تعلق بحجر، من تعلق بشجر، من تعلق بابن آدم، من تعلق بنبي برسول، من في نهاية المطاف من تعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى فيما لا يجوز له أن يتخذه سببا مشروعا. هذا مهم جدا. يعني هنالك قضايا جعلها الله أسبابا مشروعة، وهنالك أمور لم يجعلها الله أسبابا مشروعة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فجعل الصلاة سببا مشروعا، وجعل الاستعانة بها في ذلك سببا مشروعا، وجعل الاستعانة بالصبر سببا مشروعا. لكن هنالك أمور لم يجعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا مشروعة، وبالتالي لا يلجأ إليها الإنسان المسلم، ولا يجب أن يتعلق بها قلبه بأي شكل من الأشكال. ولذلك ضرره أول على نفسه في أنه يعيش حالة من الأوهام، حالة من الضعف، حالة من الذل، حالة من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ويظل قلبه قلقا. وحالته طبعا لأن الإشراك بالله سبحانه وتعالى هي حالة قلق، لأنها حالة ضعف، والقوي وحده هو الله. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله فهو حسبه، وهكذا. فأول يضر نفسه بهذا، ثم أيضا وعيد من الله سبحانه وتعالى بأن هذا الذي يقع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى فإن مصيره النار. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد نزل على كل هذا الشخص منزلة خطيرة فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا المجتمع للأسف الشديد يعيش أنماط من الأوهام وأنماط من القضايا الشركية التي للأسف الشديد تخرج هذا المجتمع من مجتمع موحد، مجتمع متعلق بالله، مجتمع متحرر من الأوهام، من القيود، من الأشياء التي لا علاقة، فيعيش حالة من إيه؟ توهان. من التوهان، حالة من التوهان وحالة من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فهي على كل خطيرة جدا. ثم هذا النوع من المجتمع الذي تسود فيه هذه الأحوال بطبيعته أيضا لن يكون مرحوما من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ربط قضية الرحمة وقضية بأن الإنسان يجب أن يكون قريبا منه سبحانه وتعالى. فإذا أردت العزة اقترب من الله، إذا أردت الرحمة اقترب من الله، أردت فضل الله اقترب من الله، ولا تتعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى فيزداد رهقا. يعني هذا الذي يتعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى حالته تعب في تعب، بينما الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى في أدنى أحواله حتى لو لم يكشف الله عنه يعني ما به لحكمة يعلمها، فإنه يعيش لذة التعلق بالله. وما أعظمها من لذة بأن الإنسان يظل قلبه نابض بذكر الله سبحانه وتعالى، متعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يرجو سوى الله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بما سواه. فهذا على كل يعيش حالة من الطمأنينة وحالة من السكينة، بينما الآخر في نفسه وفي مجتمعه يعيش حالة من الرهق. تكلمنا شيخنا الآن عن المفاسد. نستكمل يعني الجزء الثاني من السؤال أو من الموضوع: كيف ممكن أن نخرج بالمجتمع من هذه الأمور؟ وبلا شك أن موضوع خروج الناس من هذه القضايا، الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان طبعا لكي يخرج من هذه المتاهة أول شيء العلم بماهية التوحيد وماهية الشرك. يعني لا تستطيع أن تجتنب الشرك إذا أنت جاهل بالشرك، ولا تستطيع أن تدخل في التوحيد إذا كنت جاهل بالتوحيد. فأول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول شيء هو المدخل الطبيعي أن يعلم الإنسان ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هذه أهم قضية ينشغل بها الإنسان في حياته، وهو إلا الذين آمنوا. فكأنما الإنسان في خسران مبين وفي ضلال وتيه ما لم يدخل في عظمة التوحيد وعظمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا آمن أتبع ذلك الأعمال الصالحة فينتفع بأعماله الصالحة عندما يكون هنالك إيمان مؤسس على التوحيد وقيمه. ثم لا يقف عند نفسه لا يقف عند نفسه، ولكنه ينطلق إلى الآخرين، لأنه لا يؤمن الإنسان في
ديننا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كمال الإيمان لن يتحقق إلا أن تريد الخير للبشرية وتريد الخير لإخوانك الآخرين. فكما أنك كنت في ضلال وكنت في تيه ووجدك ضالا فهدى، كنت في هذه الحالة وأنقذك الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، يجب أن تتحرك بها. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا عند التواصي بالحق أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكافح وتجاهد وتنطلق في الحياة، ستقابلك كثير من المشكلات وكثير من التحديات التي تتطلب صبرا. فأنت تحتاج إلى العلم وإلى العمل وإلى الدعوة إلى هذا العلم وهذا العمل، ثم الصبر على ما يلاقيه الإنسان من أذى في هذا الطريق. وبهذه الصورة إن شاء الله يمكن للمجتمع أن يحمل بعضه بعضا، لكن المدخل إلى كل ذلك هو العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قال العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. فأنت لا بد أن يكون هنالك مدخل القضية كلها في قضية التوحيد هو العلم. وخاصة نلاحظ بأن هنالك بعض التفاصيل الدقيقة جدا فيما نذكره. يعني الآن نحن نذكر قضايا عامة، ولكن تلاحظ هنالك الكثير من التفاصيل، بعضها يدخل في الشرك الأكبر، بعضها يكون في الشرك الأصغر، بعضها هو شرك الوسائل والأسباب، بعضها الشرك الأكبر الذي له علاقة بالذات الإلهية. أيوه. فهذه التفاصيل كلها يحتاج أن الإنسان يجلس ويدرس ويتعلم ويستمع. والآن الحمد لله متاح الوسائل الذي لمن أراد بالذات أن يعرف حقيقة التوحيد. بارك الله فيك شيخنا، إذا أتينا إلى موضوع التبرك، ما هو التبرك؟ يعني مثلا يقولون شخص يتبرك مثلا بحجرة أو تبرك بشجرة، وما هو الشرك الأصغر والأكبر في التبرك؟ موضوع التبرك أو البركة مأخوذ من معنيين. المعنى الأول هو من البركة. بركة الماء. بركة الماء هي المكان الذي يتجمع فيه الماء فيسمى إيه؟ بركة الماء. وهذا فيها طبعا خير وفير وحياة وكذا، فهي أيضا وقد تكون واسعة. النوع الثاني أو المعنى الثاني هو مبارك الإبل، مناطق التي تبرك فيها الإبل، تجلس وتستقر فيها. نعم. فهذا المعنى يدل على الثبات وعلى الاستقرار، وذاك يدل على الحركة، الزيادة والنماء والخير. فأنت البركة فيها نماء وفيها زيادة وفيها وفرة وفيها خير، وهو ثابت غير متحول. هذا المعنى الأساسي لموضوع البركة. بهذا الاعتبار موضوع البركة يعني إن كنت تطلب خيرا أو تريد أن تستدفع شرا، يعني تريد أن تدفع عن نفسك شرا، فإن ذلك لا يكون مقدورا لأحد من الخلق، إنما هو أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. فالبركة في حقيقتها تلتمس إيه؟ تلتمس من الله سبحانه وتعالى. يطلب الإنسان الزيادة ويطلب الإنسان الخير ويطلب الإنسان النماء ويطلب الإنسان دفع الشرور والأضرار من الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أساسية ولا بد أن تكون واضحة للناس حتى لا يكون هنالك إشكالات. يعني أنت أصلا يجب أن تطلب الأمور، لكن هنالك قضايا مهمة لا بد أن نفصل فيها، وهو أن الله سبحانه وتعالى نص على البركة في الأمكنة، ونص على البركة في الأزمنة، ونص على البركة في عوالم الإنسان. طيب في الأمكنة في الأزمنة والإنسان وعوالم الإنسان. طيب. ففي الأمكنة الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هنالك أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فجعل المسجد الأقصى وما حوله منطقة مباركة، وجعل الشام أرضا مباركة، وجعل كذلك أرض الحرمين أرضا إيه؟ مباركة. مكة المكرمة جعلها أرض مباركة، والمدينة المنورة جعلها أرض مباركة. إذن هنالك مناطق جعلها الله سبحانه وتعالى مباركة، هذه هكذا. طيب، وهنالك أزمنة جعلها الله مباركة ونص عليها، مثلا رمضان، شهر رمضان شهر مبارك، ويوم عرفة مثلا، ويوم عرفة مبارك وسلم يلتمس فيها الدعاء مباركة. إذن في أزمنة مباركة. طيب، وفي أيضا هنالك عوالم الإنسان، الأنبياء في ذواتهم كمخلوقات مباركين. الأنبياء
مباركين مباركة ذاتي، يعني الله سبحانه وتعالى جعل أجسادهم مبارك. أجساد الأنبياء وأجساد الرسل. هنا الآن نفرق ما بين أجساد الرسل والأنبياء يحتاج توضيح أكثر وبقية الأجساد. يعني مثلا أجساد الأنبياء مباركة بركة خصهم الله سبحانه وتعالى بها. طيب هل الآخرين مباركين؟ نقول نعم، بدءا من أبي بكر الصديق إلى آخر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فيه نسبة بركة بحسب ما عنده من إخلاص لله وعلم ومعرفة وعمل صالح وتعلق بالله. يعني أي مسلم فيه جزئية نوع من البركة. نوع من البركة. طيب إيش الفرق بين بركة الأنبياء وبركة هؤلاء؟ بركة الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعلها بركة في أجسادهم ويمكن تكون متعدية في ذواتهم عليهم الصلاة والسلام. بركة الآخرين بركة أعمال فهي غير متعدية. هذا في ذاته، يعني هو في ذاته مبارك في ذاته. أيوة. طيب أن الأنبياء يمكن أو يجوز أن نتبرك بهم في حياتهم بالآثار التي يمكن تكون لهم، فيمكن أن تتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بماء النبي صلى الله عليه وسلم، بعطره مثلا، بعطره عليه الصلاة والسلام، بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آثاره عليه الصلاة. لماذا؟ لأن جسده عليه الصلاة والسلام مبارك. زي يوسف مثلا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلتمسون البركة في هذه القضايا. بعض الناس هنا جاء الاختلاط، قال لك والله بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يفعلون ذلك، إذا نحن ما نفعله بشيوخنا وعلمائنا وكذا هو نفس إيش الفرق؟ نقول لهم هؤلاء بركتهم بركة أعمال وأولئك بركتهم بركة ذوات وأعمال. يعني هم أعمالهم مباركة ولكن ذواتهم إيه؟ أصلا مباركة، أصلا مباركة. طيب ما الذي يفرق لنا إنه والله الحكم مختلف؟ نقول الذي يفرق لنا هو أعمال الصحابة رضوان الله عليهم عليه الصلاة والسلام. الصحابة أليس أبو بكر مبارك؟ نعم. مبارك. أفضل المباركين بعد الأنبياء هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هؤلاء مباركين. لم يثبت لنا عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذهبوا ليتبركوا بأثره أو مائه أو عطره أو عرقه أو شعر من شعره، ما ثبت لنا ذلك. انتهى ذلك بموت الرسول. أيوة. طيب كيف نتبارك بهم؟ نحن نتبارك بهم، هؤلاء نفسهم نتبارك. التبرك بهؤلاء بالاقتداء بهم في أعمالهم، اقتداء بهم في أعمالهم وأخلاقهم وعلمهم وورعهم وهدايتهم، نتبرك بهذا الجانب، لكن لا نتبرك بالذات نفسها خلافا للأنبياء. هذه مسألة مهمة جدا لا بد الإنسان أن يفرق بينها. فعندك هذه الثلاثة، بركة الأمكنة أيضا هذه مهمة أن نوضح فيها. بركة الأمكنة هي أيضا ليست متعدية، هي لازمة. بمعنى ما أقول ليست متعدية، لا يأتي مثلا شخص إلى مكة ويتمرق في ترابها، لا يتمرق في ترابها، ولا يأتي إلى بيت المقدس ويتمرق في أرض المقدس مثلا التماسا للتراب، لا. لكن هذه البركة فيها دلالة أن العيش فيها والاستقرار فيها يطالك من بركاتها ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكن دون أن يكون هنالك كما تفعل بالأنبياء مثلا بذوات الأنبياء. لماذا؟ لأن هذا بركة لازمة، وهذه مهمة جدا في مسألة التفريق بين البركة اللازمة والبركة البركة المتعدية، البركة الذاتية. والله سبحانه وتعالى جعلها أرض مبارك فمن استقر فيها. أو مثلا الآن الحجر الأسود مبارك، حجر الأسود مبارك، لكن طريقة التماسنا لبركته أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، فنقبله كما قبله النبي أو نلمسه كما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لكن لا نفعل أكثر من ذلك. فمن فعل مثلا أراد أن يتمسح أو يتبرك في غير الحجر الأسود نقول له لم يكن ذلك مشروعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا المكان فأنت قبله، ويلمس الركن اليماني بيديه المس هذا، لكن ما عدا ذلك لا تفعل. لماذا؟ لأنه ليس مشروعا. هذه الإشكالية للأسف الشديد تجعل الآن كثير من الجماعات للأسف الشديد تريد أن تقيس مثلا الأولياء والصالحين والعلماء وكذا بما كان عليه مثلا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم لو كان هذا الأمر فعلا لائقا وجائزا لفعله الصحابة مع أبي بكر ولفعله التابعون مع الصحابة ولم ينقل ذلك أبدا، يعني ولقاله الرسول أصلا، ولقالها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخنا في موضوع زيارة القبور والتقرب بها والدعاء عند القبر، كيف ذلك مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي جانبه يعني
قبر صاحبيه؟ نعم. لا، هو أول بالنسبة خلينا نفرق ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقية القبور. أنت تأتي إلى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي أيضا تسلم عليه الصلاة والسلام، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحييه. هذا مشروع إلى هذا المستوى، ولكن لا يذهب الإنسان بعد ذلك إلى ما هو أبعد من ذلك حتى لا يجافي أيضا ما ذكرناه من قضية أفعال الصحابة رضوان الله عليهم مع القبر النبوي، كيف كانوا يتعاملون. كانوا يأتون مثلا يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا من سفر مثلا ويسلمون عليه، وهكذا المسلمون يأتون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يحاول أن يجعل الإنسان هذا القبر محلا لإيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري إيه وثنا يعبد، وإن شاء الله لن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا من أوثان، لأن دعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة. فعلى كل موضوع قبر النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه عليه يعني تدفن الأنبياء حيث يموتون، فدفن حيث مات. وإلا لا، الصحابة قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كانوا محتارين ماذا يفعلون، ينقلونه كيف يكون، يذهب إلى البقيع. لكن أخبرهم أبو بكر الصديق بأنه يدفن هناك، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه في ذلك حكمة عظيمة. وذلك أن كثير من المحاولات حصلت، وهذه طبعا تذكر في الروايات التاريخية، هنالك محاولات للوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر أنفاق تحت حتى يأخذوا رفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخنا. من أنواع البدع الذبح لغير الله تعالى. بداية، ما هي أنواع الذبح لغير الله، وأنواع الشرك المترتبة على كل نوع من أنواع الذبح؟ نعم، موضوع الذبح طبعا ورد في أكثر من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ورد في سورة الكوثر قوله عز وجل: فصل لربك وانحر. فربط الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والنحر، سواء كان الصلاة العيد ونحر الأضحية، أو بشكل عام على كل النحر الذي يتقرب به، والدماء التي تراق يجب أن تراق لخالقها الله جل جلاله، يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك آيات أخرى في هذا الجانب تتكلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فإن صلاتي ونسكي، فربط كذلك هنا بين الصلاة وبين النسك. كأنما لاحظ الآن الذبح عندما ينزله بعد الصلاة ويجعله شعيرة من الشعائر وعبادة من العبادات، كما أنه يقول: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك أقاموا الصلاة وذبحوا لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. تأتي قضية أنه كيف يكون الذبح لغير الله؟ هو في حالتين أو في موضعين أو بطريقتين. الطريقة الأولى في التسمية، أن يسمي غير الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا الآيات فيها كثيرة، يعني أن يأكل الإنسان مما لم يذكر اسم الله عليه، أو أن الإنسان يذبح وقد سمى غير الله سبحانه وتعالى. ففي التسمية نحن نقول الآن بسم الله ونذبح، أليس كذلك؟ صحيح. نقول بسم الله ونذبح. يأتي واحد آخر لا يقول بسم الله، يقول باسم المسيح أو باسم موسى أو باسم الملك الفلاني أو باسم النجم الفلاني، المهم هو يسمي غير الله سبحانه وتعالى. هذه حالة اللي هو استعاذ واستعان بغير الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. الحالة الثانية هو قصده الذي يريده من هذا الذبح. ماذا يقصد؟ هل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أم لا يتقرب به إلى الله عز وجل، إنما يتقرب به إلى غير الله؟ هنا الآيات تحضنا أن يكون التقرب لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي فالذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، يريدها الله سبحانه ويحبها جل جلاله، ولا يريدها لغيره. إذا نحن في الحالتين هذه ينشأ عندنا أربع أحوال. الحالة الأولى أن يسمي الله سبحانه وتعالى ويتقرب بالذبيحة لله، هذا هو التوحيد. سمى الله
وقصد التقرب بها إلى الله، زي ما نحن الأضاحي الآن نسمي الله ويكون قصدنا بها أيضا قرب إلى الله سبحانه. النية إلى الله تعالى. أيوة نعم. مثل أيضا العقيقة نتقرب بها إلى الله، ونحن أمرنا الله أن نذبح لأبنائه فنذبح تقربا لله وطاعة، وهكذا. كل العبادات اللي فيها أمرنا بالذبح لله نقول فيها بسم الله ونذبح، والنية كذلك. أحيانا الإنسان يترك التسمية قصدا، طبعا معروف أن الذي يترك تسمية في الذبيحة محرمة ولا تؤكل، الذي بارت ذبيحة. أيوة، حتى لو قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن خلينا الآن نمشي في إيه؟ في اتجاه أنه والله نحن تسمية وقصد، سمى الله وتقرب به إلى الله. الحالة الثانية لم يسمي الله ولم يتقرب بها إلى الله، هذا الشرك. الشرك بمدخلين: مدخل الاستعانة والاستعاذة وكذا في التسمية، واللي هو التعظيم والقربة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر بطبيعة الحال، ومقابل إيه؟ مقابل الحالة الأولى. طيب، نجي الحالة الثالثة، وهو أن الشخص يسمي الله سبحانه وتعالى، ولكن يتقرب بها إلى غير الله، فالتسمية لا تكفي. هذا أيضا صح، كان مصيبا في التسمية مخطئا في التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. مصيبا في التسمية، سمى الله ولكن تقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى. لاحظت؟ هنا طبعا مهم جدا، يعني مثلا يكون الشخص قصده التقرب إلى ولي من الأولياء عندما يذبح، أو قصده التقرب إلى زعيم من الزعماء، وهذا طبعا كثير من الناس تخفى عليه، رئيس من خاصة تلك البهائم التي تذبح عندما يأتي الرؤساء ويأتي الملوك ويأتي كميات مهولة، تجد أن الذبائح تذبح لهم، فهو تجدهم ما شاء الله يقولون بسم الله، لكن القربة لمن؟ للشخص، القربة لشخص. طبعا بعض الناس يستشكل يقول لك: يا أخي أنا أريد أن أكرمهم ضيوف، ما ضيوف، حالة الضيافة لحالها، ما عندها علاقة بهذه الطريقة. حالة الضيافة أنك تقصد إكرام الضيف وكذا، بعيدا عن أن تذبح لحظة قدومه وأن يعدي عليها، هذه قربة له، والله لا يريد ذلك لأحد. مع أن طبعا هذه المسألة تحديدا في خلاف بين حرمتها وبين أنها شرك أكبر. يعني بعض العلماء يقول إنه المسألة في ذاتها شبيهة بقضية الضيافة، فيرفع عنها أو يخفف عنها، يقول هي محرمة ولا تجوز بهذه الشكل، ولا يجب أن يتقرب الناس للملوك والرؤساء والعلماء بهذه الطريقة. إنما من أراد أن يكرم ضيافه هنالك يذبحها في بيته ويجهزها وكذا وعلا. طيب، الحالة الرابعة هو أن الشخص يسمي الله ولكنه ما قصد بها لا وجه الله ولا غيره. هذه كثير من الذبائح اللي تحصل للضيوف وكذا تكون من هذا النوع. شخص يقول بسم الله وهو يريد أن يأكلها، يريد أن يوزعها، يريد كذا، المهم لم يستصحب معه إيه؟ هذه مباحة، هذه مباحة ولا تصنم، ما دام أنه خلت من أن يكون هنالك ذبح لغير الله تبارك وتعالى، ما دام أنه سمى الله سبحانه وتعالى فيها فهذه لا حرج. هذه 4 أنواع تقريبا فيما يتعلق بطريقة الذبح وموضوع الذبائح. تأتي على كل أمور أخرى في قضايا الذبائح الآن تركها طويلة شوي. نعم. طيب شيخنا حديث دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة، حدثنا عن ذلك الحديث أو عن هذا الحديث. أنا في قصة جميلة فيها. هو على كل الحديث الآن لا أريد أن أدخل في الدراسة الحديثية له باعتبار لست من أهل التخصص الحديث يعني، لكن في كلام فيه من حيث الصحة، منهم من صححه ومنهم من ضعف هذا الحديث بالذات يعني. لكن خلاصته أن رجلان كانا معا ومروا بقوم لهم يعني صنم يتقربون إليه، ولا يسمحون لأحد أن يجتازه إلا أن يتقرب، لا بد تقرب شيء، تذبح شيء، إما أن تذبح ناقة، تذبح ثور، تذبح غنماء، تذبح ما شئت، ولو أن تقرب إيه؟ ذبابة. فلن تمر إلا إيه؟ أن تقرب شيء. فرفض أولهم، قال والله لا أقرب شيئا لغير الله تبارك وتعالى، فقتلوه. جاء الثاني
قالوا له لن تجتاز إلا أن تقرب، وهذا رأى صاحبه مقتول فقرب ذبابة، قرب ذبابة فدخل النار. هذاك الذي امتنع بعدم تقريب الذبابة دخل الجنة، وهذا الذي امتنع أو فعل دخل النار. طيب، هنا طبعا الحديث فيه عدة قضايا تستحق الوقوف عندها، وهو الجوهر فيها ما نتكلم عنه، أن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز بدءا من الصغيرة إلى الكبيرة. يعني دل الحديث الآن على تحريم التقرب لغير الله ولو بذبابة، فمن باب أولى إيه أن تتقرب لغير الله عز وجل بما هو أكبر من ذلك، تتقرب ببدنة ولا تتقرب فإذا كان الذبابة فيها تحريم فمن باب أولى. طيب، خاصة هنا التعظيم والتقرب هذا أمر على كل يبغضه الله سبحانه وتعالى لغيره، يعني هذه قضايا لا تفعل إلا لله عز وجل. لكن يستشكل طبعا هذا الحديث يستشكل في أنه أليس هنالك هذا الذي رأى صاحبه مقتولا أليس فيه إكراه؟ يعني هذا الشخص مكره ولا ما مكره؟ فهذه المسألة على كل اختلف فيها العلماء بين أن يعني هل فعلا مورس إكراه أو لم يمارس إكراه، وهل الذي قتل هل قتل لأنه امتنع عن التقرب أم لأنه قال لا أتقرب لأحد سوى الله؟ يعني هل كان في مجال إنه والله لا يقرب ويرجع ويترك الطريق هذا شوف طريق آخر؟ فعلى كل بعضهم ينظر إلى أن ما كان في إكراه لهذا الشخص الذي قرب الذبابة، كان بإمكانه أن يقول أنا لا أقرب ذبابة ويرجع ويترك، لأنه هو فقط يمنعونك من الاجتياز، يمنعونك من أنك تذهب بهذا الطريق إلا إذا قربت لهم ذبابات أو تقربت بشيء. ومنهم من اعتبر أن هذا الأمر كان في السابقين، يعني الإكراه رفع في موضوع التوحيد، رفع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه لم تكن لغيرنا. منهم من قال أنها لم تكن لغيرنا، ولكن الله رفع عنا الأغلال والآثار فأبقى أدنى مستوى في الإكراه، إنه الله أنت تكون مطمئن القلب ويمكن تتلفظ ويمكن تفعل فعل وقلبك أنت مطمئن بالإيمان. وبالتالي مثلا لو أن شخص وضعت على رقبته مثلا بندقية أو سيف أو كذا وقيل له والله إما أن تفعل الشرك الفلاني قولا أو فعلا، فإن آية النحل طبعا إلا من أكره وقلبه تنطبق عليه. والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، ونتقابل بإذن الله في حلقات قادمة. وفي الختام، اللهم كن معنا حين يحضر الكل، وكن معنا حين يذهب الكل، أنت ولينا ولا ولي لنا غيرك. دمتم سالمين. ha ha ha